مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم. نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. كأس هدية الاستقلال يطوف ب6 مديريات في الإقليم الجنوبي. بحث جهود مكافحة مرض الملاريا في مديرية ملقي. تنظيم أسبوع الطلاب في مديرية الأبرد. قتلى في غارات إسرائيلية على غزة وإصابات في مدينة نابلس. والصين تقرر طرد القنصل الكندي بشنغهاي في إطار المعاملة بالمثل. فلاديمير بوتين يندد بالحرب ضد بلاده ويدعو إلى النصر خلال احتفالات في موسكو. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. زار كأس هدية الاستقلال في إطار جولته بالإقليم الجنوبي بعد تسلمه يوم 7 مايو في مراسم جرت في وقحيته واستقباله بحفاوة كبيرة في مدن وقرى مديريتي عد قيح وسانعافي وسرحة. وزار يوم 8 مايو مديريات زرعونة وماعين وسجنيتي. وانتقل كأس هدية الاستقلال بعد وصوله في دبابة برفقة قوات الدفاع إلى دفاعات زالبس التي شهدت صمودا أسطوريا خلال غزو الوياني، وانتقل إلى مديريات زرعونة وماعين وسجنيتي. وسلم مدير مديرية صنعاء السيد إدريس علي شكر كأس الاستقلال لمدير مديرية صارونا بالإنابة السيد نقاسي تسفى قرقيش، واستقبل بحفاوة كبيرة لدى مروره بالقرى. ووصل كأس الاستقلال دفاعات قرمخل التي شهدت هجوم جيش الوياني منتصف شهر مارس عام 1999، ومنع فيها بهزيمة نكراء وبيد فيها جيشه وعتاده العسكري. وقدم العقيد تسفاسيون سجي مشاهداته في المعركة التي استمرت من 14 وحتى 16 من مارس، وبطولات وارساي كالو والهزيمة المخجلة التي لحقت بالنظام الوياني. وانتقل كأس هدية الاستقلال بعد إكمال زيارته لمديرية زرعونة إلى مديريتي ماعين وسجنيتي عبر سهول هزم، حيث كان في استقباله مدراء المديريتين والشعب وقوات الدفاع. وتوجه كأس هدية الاستقلال يوم 9 مايو من مدينة سجنيتي إلى مديريات دقم حاري ودباروا ومندفرة. وزار في اليوم الثالث من جولته في الإقليم الجنوبي دفاعات أفلبا في جبهة دقم حاري، واستقبله السكان بحفاوة كبيرة. بينما وضع قائد القيادة الوسطى العميد تخلك فلاي حفنة من تراب دفاعات دقم حاري التاريخية وجبهة قرمخل وجبهة عدي وقيعو وجبهة علي تهنا في الكأس. ودخل كأس هدية الاستقلال بعد ذلك إلى مدينة دقم حاري برفقة كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة وقادة الجيش والأمن باستقبال حافل من الشعب والطلاب، ومن ثم وداعه بنفس الحفاوة إلى مديرية دباروا. وعند توجه كأس الاستقلال إلى مديرية دباروا عبر خط قوم حاري ترى إمني تنقل بالقارب في سد مسلام، والذي يمكنه تخزين أكثر من 30 مليون متر مكعب من المياه، والمشيد بالقدرات الذاتية رغم حظر الدول الغربية وعدائياتها، ليسلمها مدير مديرية دقم حاري السيد يماني أبرا لمدير مديرية دباروا فرنجيل قيل تخل هيمانوت. ووصل كأس هدية الاستقلال لمدينتي دباروا ومندفرة منتقلا عبر مشروع الحالي لتربية الأبقار القائم على مساحة 600 هكتار. هذا ويمضي كأس هدية الاستقلال ليلته في مدينة مندفرة متنقلا مسافة 2250 كيلومترا ب8 مديريات، وسينتقل في اليوم الرابع إلى مديريات ابن حيلي وعدخالة ومايمني. بحثت الإدارة الصحية في مديرية ملقي خلال الاجتماع الذي عقدته برامج مكافحة مرض الملاريا، وأوضح الاجتماع ازدياد نسبة الإصابة بالملاريا في السنوات ال5 الماضية، حيث أوضح مسؤول الصحة العامة في إقليم القاشبركة السيد بشير صالح استفحال المرض في بعض مناطق مديرية ملقي. من جانبه دعا مسؤول التوعية والإرشاد السيد سلطان حقوس لاستخدام الناموسيات ودفن أماكن تكاثر الباعوض. وذكر مدير مديرية ملقي السيد زرعي برهي بأن إدارات الضواحي تقوم أسبوعيا بأنشطة النظافة للسيطرة على مرض الملاريا. وقال سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم القاشبركة السفير محمود علي جبرة بأن على المجتمع المساهمة الواعية في كافة أنشطة مكافحة الملاريا، وضرورة متابعة مراقبة وكلاء الصحة في القرى لهذا المرض. نظم في مديرية عيلة برعد في الفترة من 5 وحتى 7 مايو أسبوع الطلاب بمشاركة أكثر من 500 طالب، واشتمل الأسبوع الطلابي على منافسات كرة القدم والطائرة وألعاب القوى والمعلومات العامة والخطابة والفعاليات الثقافية. وأوضح مسؤول البرامج الثقافية والصحية والرياضية في المديرية الأستاذ يوهنس مبرهتوم بأن الأسبوع الرياضي نظم هذه السنة بمشاركة شعبية واسعة وتنظيم جيد من المدارس.
وذكر مدير مديرية عيلة برعد السيد محرنا تخلا بأن تنظيم أسبوع الطلاب الرياضي الثقافي على أساس مجتمعي يعتبر نصرا كبيرا. وقال مسؤول التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ كفلاء عند ميكائيل بأن تنظيم أسبوع الطلاب الثقافي الصحي الرياضي في جميع المديريات يسهم في التنقيب عن قدرات الطلاب والتعرف على هواياتهم. هذا وقدمت في الختام الجوائز للفائزين بشكل فردي وجماعي في جميع المنافسات والمسابقات. تلقى 27 شابا من مدينة كرن دورة تدريبية مهنية في العديد من التخصصات ل8 أشهر بينهم 5 من الصم. وأوضح سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم عنسبة السيد حيليت والبرهان في مراسم التخرج التي حضرها حاكم الإقليم السفير عبد الله موسى ورئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح مدين أن التدريب جزء من الاستثمار الجاري في الشباب. من جانبه أوضح مسؤول الشباب في الإقليم السيد الزازي ورختاء بأن التدريب نظم بالتعاون بين الشركاء لتمكين الشباب من الاعتماد على الذات، مشيرا إلى صرف أكثر من 250 ألف نقفة لإنجاح التدريب. نظم قسم السياحة في إقليم جنوب البحر الأحمر سيمينارا تنويريا يوم 8 مايو لطلاب المرحلة الثانوية حول السياحة والآثار والمواقع التاريخية. وأوضح ممثل القسم السيد عبد الله حزام أن الإقليم يضم السهول والجبال والأراضي البركانية بالإضافة إلى أكثر من 60 جزيرة وهو مناسب للجذب السياحي. وقال أن مناطق رحيتة وسدح عيلة وبرع السولي وعسكومة غنية بالآثار والأماكن التاريخية إلى جانب وجود الطيور البحرية والأسماك المتنوعة وسلاحف البحر، وكذلك المساجد الأثرية الموجودة في عدي والرعتة ومعدر. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، ارتفعت حصيلة قتلى القارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 13 هم 10 مدنيين من بينهم 4 أطفال و6 نساء إلى جانب 3 من قادة سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، فيما بلغ عدد الإصابات في الاقتحام الإسرائيلي للبلدة القديمة في القدس 12 إصابة. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن طائرات نفذت غارات على أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، موضحا أن 40 طائرة مقاتلة شاركت بهذه الغارات. وأضاف المتحدث الإسرائيلي أنه قضي على 3 من القادة العسكريين لحركة الجهاد الإسلامي في غزة. وطلبت الجبهة الداخلية الإسرائيلية من سكان ومستوطنات غلاف غزة الدخول إلى الملاجئ فورا. كما كشفت الإذاعة الإسرائيلية أن قوات الجيش في حالة تأهب قصوى لمواجهة عدة أيام من القتال ومن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة. كما رفع جيش الاحتلال درجة التأهب في المنظومات الدفاعية جنوب وشمال إسرائيل. أعلنت الصين أنها ستطرد القنصل الكندي في شنغهاي ردا على خطوة مماثلة بعد أن قالت أوتاوا أنها ستطرد دبلوماسيا صينيا تتهمه بالسعي لترهيب نائب كندي على خلفية انتقادات توجهها إلى بكين. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن الصين قررت إعلان جينيفر لين لالوند القنصل العام لكندا في شنغهاي شخصا غير مرغوب فيه، مضيفة أنها طلبت منها مقادرة الصين قبل أن 13 من مايو. وطردت كندا الدبلوماسي الصيني تشاوي بعد تقرير للمخابرات اتهمه بمحاولة استهداف نائب كندي. وتصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين منذ اعتقال مينغ وان تشو المدير المالية لشركة هاواي تكنولوجيز في العام 2018، ثم اعتقال بكين لكنديين 2 بتهم تتعلق بالتجسس. كما أطلق البلدان سراح الثلاثة في العام 2021. اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العالم عند نقطة تحول، متهما الدول الغربية بتدريب حرب ضد روسيا، قبل أن يدعو إلى النصر خلال الاحتفالات العسكرية في الساحة الحمراء في موسكو. وقال بوتين أمام آلاف الجنود الروس والنخبة السياسية أن الحضارة من جديد عند نقطة تحول، وتحتفل روسيا بذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية بعرض في الميدان الأحمر وسط تدابير أمنية مشددة في أعقاب سلسلة هجمات بالطائرات المسيرة، من بينها هجوم على الكرملين نفسه تلقي موسكو باللائمة فيه على أوكرانيا. في الخبر الأخير، تم الانتهاء من بناء أول منزل ليستخدم الطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك في منطقة بافاريا الألمانية، حيث يعتبر أكبر مبنى سكني في أوروبا. ويتكون المنزل من 5 وحدات مبنية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ومكونة من طابق أرضي وطابقين علويين بمساحة 380 مترا مربعا.
وتتكون الجدران المنحنية للمبنى الجديد من خرسانة خاصة تم تطبيقها طبقة تلو الأخرى بمساعدة روبوت الضغط. وتم إنشاء جدران النموذج الأول المكون من طابقين بمساعدة روبوت طباعة، وتم تطبيق طبقة الخرسانة الخاصة المستخدمة وبسرعة متر واحد في الثانية، ويتحكم فيها موظفان فقط. ويمكن الانتهاء من جدران المبنى الجديد بالكامل ب50 ساعة طباعة لكل طابق على مدار أسبوعين. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. كأس هدية الاستغلال يطوف ب6 مديريات بالإقليم الجنوبي. بحث جهود مكافحة مرض الملاريا في مديرية مرقي. تنظيم أسبوع الطلاب في مديرية عيلة برعي. قتلى في غارات إسرائيلية على غزة وإصابات في نابلس. والصين تقرر طرد القنصل الكندي بشنغهاي في إطار المعاملة بالمثل. وفلاديمير بوتين يندد بالحرب ضد بلاده ويدعو إلى النصر خلال احتفالات بموسكو. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.